لو عايز تعيش سعيد بلاش تشوف في كل عصايه خازوق. الباب بيخبط مش شرط يكون البوليس، مراتك بتتصل مش شرط تكون شافت السيرش هيستوري. لكن المشكله ان الافكار دي بتجيلك غصب عنك، وهنا لازم تبذل مجهود ذهني عشان تقدر تقاومها. يعني مثلا انك تجادل نفسك لما تلاقي الافكار دي داخله عليك، ما تسيبش نفسك ليها، ما تسلمش نمر، لكن قاومها، جادلها، خش فيها شمال. لما تلاقي صوت جواك بيقولك شكلها باظت، هنضيع في الكازوزه ونروح في ابو نكله ونغني ظلموه، قول للصوت السلبي اللي جواك انت جبت الكلام ده منين؟ علماء النفس المعرفي السلوكي بيقولوا لك جيب ورقه وقلم واكتب الادله اللي بتقول ان الحاجه الوحشه دي هتحصل، واكتب برضو الادله اللي بتقول ان الحاجه دي مش هتحصل، عشان تقارن ما بين الاتنين وتحط القلق في حجمه الطبيعي وتعرف هل هو منطقي فعلا ولا مجرد انفعال. لو القلق مضر تقل الكفه اللي تطمنك، طب لو القلق مفيد ساعات بيكون الحل انك تصاحب القلق وتخليه يشتغل لحسابك. في علم النفس الرياضي لقوا ان في درجه معينه كده من القلق ممكن تكون مفيده، عشان اللعيب ياخد الموضوع بجديه ويبذل اقصى طاقته عشان ما يستهونش بالماتش.